رجعنا لكم مع شفنا تغيير كاس الشباب. وطبعا انا من كثر الفئات السنيه اللي عندنا خربت بين ناشئين الشباب، لكن مثل ما شفنا الجوله كانت حافله باثاره وجوله قويه. انزين نرجع حق كابتن. طبعا مثل ما احنا عارفين المنتخب العراقي كان بطل كاس اسيا اللي سنه 2004 2005 2004 كاس اسيا 2007 كاس اسيا 2004 كاس اسيا. انا خربت. وايش سبب هبوط مستوى المنتخب العراقي في الايام الاخيره؟ طبعا في اخر سنه طبعا ما شفنا المنتخب العراقي، نعرف خاصه كاس الخليج الاخيره بعد. نعم. كل الناس وكل المتابعين للمنتخب العراقي تفاجأت بهبوط او اخفاق المنتخب في خليج 19، بل هو كان اخفاق من تصفيات كاس العالم. بعض تغيير المدربين، بعض اصابات صادفت مع المنتخب احدثت تغيير كبير في التشكيله. كل مدرب كان يجي المنتخب يعطي وجهه نظره، يعني ما كان باستقرار، فكان يعني ما كان باستقرار، فقرروا بانه يجيبون المدرب اللي احرز لقب كاس اسيا، المدرب جورفاني فييرا. صدقني نفس اللاعبين ونفس المدرب ونفس التكتيك والمنهاج اللي بدا به في كاس اسيا، بس المباراه اللي هي حطمت المنتخب العراقي، المباراه اللي كانت الاولى افتتاحيه مع فريق البحرين، انا اتوقع انه كان السبب الرئيسي هو الحكم اللي نهى المنتخب العراقي من اول مباراه في البطوله، طرد لاعبين. انا اقول لك يعني الحالات كانت يعني صحيح، بس كان انه دور فعال اكثر ان نقدمه، بس اللي نهانا في هذه المباراه هو الحرمان والاصابات اللي صادفت في المباراه. طبعا كابتن احنا نتمنى للمنتخب العراقي التوفيق، بكون انه منتخب متميز ان شاء الله. يعني بعد هالتدني نتمنى صحوه جديده ولكل يعني شيء اكيد احنا نتمنى، بس احنا شنو لازم كن ننسى اللي فات ونفكر وتفتحون صفحه كل حصان كبوه يعني. بس صحيح تقول، بس احنا الجماهير العراقيه ما تعذر الجماهير العراقيه ما تعذر، دائما تفكر بالفوز، طلع الافضل، دائما طلع الافضل، ما تفكر بانه اخفاق او فد شيء. احنا ان شاء الله يعني نوعد، يعني هو العراقي معروف نوعد العراق شوف مجروح، العراق ما عنده وسيله فرحه غير كره القدم. كره القدم خاصه المنتخب العراقي اللي عدى على كل الأنظمة السياسية والإدارية وكل شيء. طبعا كابتن احنا نستكمل حديثك بعد هالفصل، نحن عندنا تقرير طبعا نتوجه الى تقرير ديسكفري، فخلونا نشوف ايش عندنا في ديسكفري نرجع لكم. اشياء سلبيه وايجابيه في نفس الوقت. كابتن ايش رايك في طول مده التدريب وتاخير بعض اللعيبه يعني من المباريات يتاخرون على البيت؟ كيف اللاعب ممكن يوازن بين الدراسه والرياضه؟ طبعا بعض الاباء ممكن يعترضون على مشاركه ابنائهم في النادي اذا كان بيأثر عليه دراسيا. ايش رايك في تاخير اللاعب في المباراه؟ انا اقول لك شغله، احنا عندنا مثل يقول اللي يريد شيء يعرف شيء. زين، انت لازم لو تسعى في هذا الشيء اللي انت تستمر فيه في الرياضه او كان في الدراسه، فهي لازم تخصص لك في شيء. في الرياضه خلاص لازم يكون كل الشغلات اللي تشغلك عن الرياضه تستغنى عنها. لازم ان يكون واحد اني بديلا لك عن هذه الشغلات اللي تشغلك عن مسيرتك. إذن كابتن كرر، شفنا بعد في فقرة قال الكابتن المدرب اللي اعترض في مباراة البراعم ودخل لين نص الملعب يحتاج، هل تشوف ان هالشيء ممكن يكون قدوة جيدة او للاعب البراعم الصغير اللي يشوف هالظاهرة؟ شوف اللاعب الصغير طبعا اي حالة تصير في الملعب تأثر عنده في باله، بس انا اتوقع ان الانسان معرض لاي خطأ، ان كان المدرب منفعل بسبب يعني اخطاء تحكيميه، فانا اتوقع ان هذا يعني لا يجوز في كره القدم المدرب ان يفعل هذا الشيء. زين كابتن كرار، حسب مصادري الخاصه والامور يعني حسب مصادري ومصادر البرنامج الخاصه، عندنا مصادر تقول ان اللاعب كرار جاسم لاعب يحب انه يفوشر، يهتم بمظهره وايد، يربط شعره في المباراه، يطقم مع الجواتي والفنايل، اول ما ينزل جوتي جديد يشتريه ويقعد يعاير الفريق اللي وياه يعني. ولا وانا سمعت انه هاوي تصوير
كل ما ياخذ بدله جديده يروح يصور فيها. خاطر انا اعرف شو والله السالفه بالزيادة. كابتن. لا انا خلفك براي التصوير. انا ابد يعني طبعا يمكن انا اكثر لاعب ما يحب التصوير، ما يحب اللقاءات. بس لو تقول لي اهتم مظهري شيء اكيد، هذا شيء مريود يعني من لاعب محترف. هاي انا احب يعني خاصه احب الشعر الطويل. انا بعض حتى يعني ناس تقول لي يعني قلل من الشعر، خاصه فتت عليك يعني. هذا شيء إيه. لا انا اوكي معك. انا احب المنظر، احب الجوتي الجديد. لو تقول لي جوتي هسه في اي دوله بروح اجيب لك اياه، لان هيك انا عندي يعني فد شيء مزاج ببالي اكون مظهر يعني جيد. ولو تجيبها على الشعر لا، انا اختلف معاك ومع اي شخص. شعر خلص، انا بحب الشعر بس الطويل. يقولون بعد انك تحب التصوير حتى تروح استديوهات تصور. لا ابد اكيد. ابد لا. بس احنا عندنا دليل. علي ايش عندك علي قول لنا. انا عندي فاتوره يقولون انك ما دفعتها حتى. وين صايره؟ لا ما كيش كلام. كابتن رانا ما شفناها يا اخي. ما شفناها. شوفوا اعزائي المشاهدين هاي فاتوره كرار باسمه ما دفعها. شوف الكرار صور شوف ما دفعها. اشوفه ب 500 ريال اشوفه ممكن. ما دفع 250 ريال. دفع نص يمكن طبعا يعني انا يمكن- مثل ما يمكن خاطري اقصاد، اقول يمكن اقصاد ما لا أخذ. هذا مش اقصاد. 16 صوره رقميه مختلفه الاحجام، الشهر 4 الجاي في 6 كذا. و8 في 16 و20 في 45. زين انا اتوقع ان بيتك كله صورك صح؟ انا اقول لك لو تقول لي بيتي كله صور، انا اقول لك والدي يعني يعشقني عشق، يعني صوري في البيت متروسه. زين بس يعني بس ما تقول لي انا بروح اصور، لا. اذا حرام فلوس المصور وينها يا اخي؟ شوف انا راح لو على البنك، لو بسوي له شيكات شو تقول؟ على البنك احسن قصه هي. على البنك احسن. اذا طبعا احنا نشجع على ان اللاعب يهتم بمظهره الجيد ويهتم بشكله، لكن طبعا اولا واخيرا لازم اللاعب كرة القدم يهتم بادائه في الملعب، وما في مانع انه يجمع الاثنين، الاداء والشكل. طبعا هذه كانت غشمره بسيطه وحلوه، حبينا ان نغير جو معاك كابتن لا كرار. بالعكس. واحنا يعني حبينا ان نبين هالموضوع، وخاصه ان هالموضوع مهم ان نتكلم فيه، ان هالمشكله اللي صايره ان اللعيبه يهتمون في مظهرهم ويقل ادائهم. احنا نتمنى اهتمام في المظهر مع شيء الاهتمام في شيء الاداء. اكيد شيء بيكون شيء أفضل مقابل أفضل. شيء. انت لازم تهتم بمظهرك او شيء، بس بنفس اللحظه لازم تقدم الاداء مطلوب منك. اللي هو مطلوب من عندك. مبين روحك رياضيه كابتن. انا لا بالعكس. لا بالعكس انا لأنه- هواي شغلات يعني تصير فيها فاستقبلها بكل رحابه الصدر. لانه هو قال انه هو راعي مقالب مع المنتخب العراقي. انا اسوي مقالب مع المنتخب، ما يصير فيها المقلب. لازم تتقبل تعال. مشيناها عليك هالمره. لا عادي، زين، مو مشكله. كابتن نشكرك على تواجدك معنا. طبعا احنا الحين وصلنا لنهايه حلقتنا. اخر شيء حاب اشكرك مره ثانيه على وجودك معنا، كان شرف لنا واستمتعنا معاك، ونشكر مشاهدينا بعد على متابعتهم لنا. وعندك يا ضلال. طبعا احنا اعزائنا المشاهدين وصلنا معاكم لنهايه الحلقه، كانت حلقه ممتعه جدا مع الكابتن كرار جاسم، كابتن ممتاز جدا، ونتمنى له التوفيق في حياته العمليه والمهنيه وحتى في تجارته اللي ما نبي نفصح عنها اكثر وهو يعرف. طبعا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، واتوقع ان علي المولوي عنده الختم. طبعا ما بقى شيء غير ان نختم معاكم جمهورنا، وحاب اشكر كابتن كرار جاسم على تواجده، واخرناه شوي عن التمرين، لكن ما في مشكله. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي، ومع السلامه.